بس ايه يا عم، في ايه؟ طبطب عليه طبطب عليه. معلش. الكلب ده بيموت في محمد فتحي. خلاص يا عم. بس تعالى بقى، خلاص ايوه هو نفس الراجل. ده الكوكيجن. ده الكوكيجن، اسد الكلاب اللي هو شكله شكل اسد. بصوا يا جماعه، اطلع. هو بيعمل ايه؟ بيشم اكيد، كان في انتايه هنا او حاجه. تعالى ولا تعالى. اوب. بس اسد الكلاب الكوكيجن من اقوى واعنف الكلاب، والكلاب دي اللي فعلا اللي بيقول كلب بيحمي من اسود جبليه. بيحمي قطيعان من اسود جبليه، وكان مسؤول ان هو بياخد القطيع بيرعى بيه بالشهرين 3 ويرجع بالقطيع كامل. عضته ايه؟ عضته عامله ازاي؟ عضه قويه جدا، مش عارف كام، 6.5 بار تقريبا. انا مش متاكد من الارقام قوي، لكن الكلاب دي بتشتغل في مجموعات. الكلاب دي لا، كلاب عنيفه قوي، واي حد مبتدئ ما بنصحوش يربي الكلاب دي. يعني اللي مبتدئ لا، ما يعرفش يربي الكلاب ما دي. يربيش الكلاب دي. وبعدين هي احنا ما بنحبهاش ليه في مصر؟ علشان شعرها، عشان شعرها، وعلشان بتحتاج اهتمام ومصاريف. يعني كلب له مصروف شامبوهات شعره كثيف فعلا. ده الصيف ده محتاج تكييف. لا، خد بالك، شعره كثيف ده كده طالع من الصيف، ده نص شعره. ده نص شعره. شعره بيبقى كده. بس هو لسه طالع من الصيف، كان قالش. بس بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده عظيمه قويه جدا. لا بس هات كف ايدك، حط ايدك تحت كف ايده عشان بس المشاهد يشوف كده، يعني كده بس كده. يبقى متخيل حجم كف الايد اكبر من كفك. فاهم؟ ما شاء الله. تين. الكوكيجن من الكلاب الروسي. الكلاب تاني احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت كده، احنا البلد الوحيده المزرعه الوحيده اللي في مصر. بس كده، ده فيلم رعب. تعال انزل. بيحب، خد بالك، من هو صغير كل ما يشوف محمد فتحي بس خلاص يا عم. الحته دي ما تتقطعش. احنا المزرعه الوحيده اللي في مصر، قلنا كده بكده، احنا المزرعه الوحيده اللي في مصر اللي صدرنا كوكيجن لروسيا. البلد بتاعتها، البلد منشأ الكلب. طبعا كلب زي ما انت ما شفت كده، هو تقيل جسمانيا. يعني ياخدك وينزل. وعلى فكره محمد فتحي ما كانش بيهزر، يعني هو ده حقيقي يعني. بس صدقني، بص الشعر بتاعه قد ايه. هو فعلا. بصوا يا جماعه الشعر، بصوا. ده طبعا ده عذاب بقى لو في بيت. لو في بيت الشعر ده بيبقى مؤذي جدا. فالكلاب دي كلاب مزارع، اللي عندهم اغنام، اللي عندهم مواشي. بياكل قد ايه؟ برضو في حدود 4.5 5 كيلو هياكل في اليوم. او 1.5 كيلو دراي في اليوم. تعضيتها قبل كده؟ بص، هو احنا بناخد حقن السعار كل سنه. بناخدها كده. اي حد بيربي كلاب لازم بياخد حقن السعار كل سنه. لكن لسه ما جاليش، ما خدتش الشرف بتاع ما تعضتش يعني. لسه ما خدتش ختم الجوده لسه. بصوا يعني انا الكلب ده برضو يا ابني يا حبيبي. برضو يا عم انت تعال يا جدع، تعال انا هضربك. يلا تعال اجري بس. ايوه. انجر من الكلاب المشهوره جدا في مصر. هو اصوله، بصوا بقى يا جماعه، اصوله من تركيا. اصوله اسف من اوكرانيا. كلبه من المشاهير في مصر. ومعظم مربيين اللي عندهم البريد ده عارفين طبعا الكلب ده، وعارفين ولاده موجودين في السوق، وموجودين في روسيا وفي بيلاروسيا كتير. الكلب ده انت جوزته لكلاب بره مصر؟ انا جوزته لكلاب جايه من اوكرانيا، وكلاب جايه من روسيا، وكلاب جايه من تركيا. ولاده في بلاد كتير. الكلب ده عنده 5 سنين ونص، من هو عنده 1.5 سنة واحنا متجوزين. حلو قوي. ده الكوكيجن يا جماعه، اسد الكلاب. بس هو يا ابني يا حبيبي، ما اعرفش، هو بيحبك ليه يا محمد فتحي؟ خد بالك انت.